الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي في هذه الليالي المباركة الطاهرة الطيبة، ليالي رمضان من عام 1445 في برنامج ضيافة الرحمن أو في ضيافة الرحمن. كل يوم نستضيف فيه مجموعة من أسماء الله عز وجل، عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعملا بقوله تعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم أن الله عز وجل أمرنا بأن ندعوه وأن نستغيث به وأن نستجير به بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقال في محكم التنزيل كما سبق: وإذا سألك عبادي عني. فإذا ما سألنا عن ربنا عز وجل كي نتعرف عليه، فإننا نتساءل: ما هو اسم الله الأعظم؟ قدمنا في بداية هذا البرنامج جملة من فضائل أسماء الله تبارك وتعالى، واليوم نفتتح حلقتنا لنعلم ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استغيث به أغاث سبحانه وتعالى. ترى ما هو؟ إنه اسم الله الأعظم الله. الله عز وجل، هذا الاسم الذي هو أصل المعارف هو اسم الله الأعظم. هل تدرون كم مرة تكرر هذا الاسم في كتاب الله عز وجل؟ كم تتوقعون؟ لقد تكرر 1745 مرة. سبحان الله، مما يدلك على أن هذا الاسم عظيم واسم فريد، ولا يمكن أن يتسمى به أحد إلا الله عز وجل. ولذلك كان من جملة الأسماء التي ذكرت في آخر سورة الحشر قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم كرر فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الوهاب المتكبر إلى آخر الآيات. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا نرحب بالضيفين الدائمين، فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا ومرحبا بهما. سنكمل تعريفا سريعا عن بقية الأسماء في الحلقة الماضية، وهو اسم الله تبارك وتعالى القدير والخبير والبصير، تفسيرا سريعا، ثم ندخل في حلقة جديدة من اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي هو من أسمائه سبحانه وتعالى الشديد السريع، خليكم معي، الرؤوف، أيوة، ذو
الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم. أني دخلت في صفحة ثانية فعذرا في مسار البرنامج. أيوة، الشديد السريع الرؤوف ذو الفضل العظيم الوهاب. نبدأ بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله. معنى القدير مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا شك أن الإبحار في أسماء الله سبحانه وتعالى يعد من أجمل ما يخوض فيه المؤمن ويستزيد منه، ولا زال العلماء منذ القدم إلى وقتنا الحاضر يأخذون من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يجعلون حياتهم حياة إيمانية مرتبطة بالله جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولا شك أن أسماء الله سبحانه وتعالى ذات مدلولات عظيمة، ومنها اسم الله القدير. وإن كان هذا الاسم له ما يشابهه كالقادر والمقتدر، إلا أن اسم الله القدير له خصوصية يعني يتميز بها عن بقية يعني هذين الاسمين. العلماء يقولون دائما الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، واسم الله القدير على وزن فعيل، وتعلمون أن فعيل هو من صيغ المبالغة، ولا شك أن هذا يعني يدل دلالة قاطعة على عظم هذا الاسم. فالقدير مأخوذ من القدرة، القدير مأخوذ مشتق من القدرة، ويشتق منه صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. ولكن ما هي القدرة التي يحتويها هذا الاسم؟ يقول أهل العلم هو القدرة على الشيء والتمكن منه، أي أنه يتمكن منه تمكنا تاما كاملا. جميل. وقالوا أيضا أن القدير يدل على القدرة المطلقة الكاملة لله سبحانه وتعالى على كل شيء. سبحانه. نعم. سبحانه. اسم الله القدير يعني يعطينا نحن كمؤمنين دلالة عظيمة على مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، مما ينعكس علينا أن نكون دائما في حذر من الله جل وعلا. شكرا. لأن الله جل وعلا أحسنت. قادر على كل شيء وقدير على كل شيء. أحسنتم شيخ محمد بن عبد الله. شيخ حسن سلمان حتى نكمل البصير والخبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسم البصير نفس الشيء، هو صيغة مبالغة ومتعلق بالبصر ومتعلق بالرؤية ومتعلق بالمرئيات. فكما أن لله اسم السميع، كذلك له اسم البصير. السميع متعلق بالمسموعات، والبصير متعلق بالمبصرات. وهذا يجعل العبد في استحضار تام، وهذا الذي يهمنا، بأن كل ما يفعله الإنسان مما يسمع فالله سميع به، أسمع وأراه. كل ما هو مشاهد فالله يراه ولا يخفى عليه شيء سبحانه. فبالنسبة إذا كان السمع يقال بأن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء بنفس الطريقة، فهو يراها ولا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، كما أنه في السمع لا يشغله صوت عن صوت ولا يشغله شيء عن شيء. إذن هذا، وهذه فيها إثبات صفة السمع. نعم، وفيها إثبات صفة البصر، إثبات الصفتين الأساسيين. وهو سبحان الله هذه من الصفات اللي اتفق عليها الناس بغض النظر عن بعض التفاصيل فيها. فالسميع متفق عليها بين المذاهب، خاصة الذين يثبتون بشكل عام بعض الأسماء كالأشاعرة مثلا، لكن أهل السنة يثبتوا هذه الصفات دون أي مشكلة، ولا يجدون أصلا هنالك حرج في أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يربط كل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وخاصة في هاتين الصفتين جاءت مسألة
ربط الله سبحانه وتعالى، وكأنما سبحان الله هنالك بعض الصفات يمكن أن يثبتها الناس دون حرج، ولكن بعض الصفات يتحرجون منها. فالله عز وجل ذكر بالذات هذين الأمرين، لأن بعضهم أراد أن يدخل في قضية الجارحة وما الجارحة المسمى، هذه كلها لا تعنينا في شيء، نثبت لله سبحانه وتعالى أنه سميع وأنه بصير. هذا في، ولذلك الله عز وجل والله بصير بالعباد وبصير بالخلق كله. بالنسبة للخبير، اسم الله سبحانه وتعالى هو من الخبرة، كما أن الله عليم كذلك هو خبير. ودائما مسألة الخبرة تلاحظ أنها أعمق من العلم. نعم. هي فيها زيادة، يعني العلم وزيادة. الآن مثلا والله المثل الأعلى يقال فلان والله يحمل علما، ولكن فلان خبير، بمعنى يفوق صاحب العلم. نعم. بأنه استطاع أن يمارس عمله الذي يحمله، كعلمه الذي يحمله ترجمه إلى واقع عمل، اكتسب خبرة. نعم. فالله سبحانه وتعالى خبير، بمعنى خبير بما تعملون. طبعا هنا لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى خبير بما تعمل، فإنك ستحذر الله سبحانه وتعالى، لأنه خبير ويعلم خفايا النفس البشرية. بارك الله فيكما. اسمح لي أن نعود قليلا، لأنه موضوع البصير والخبير يعني فيها عمق لا بد أن نتناوله ولو يعني على عجالة. تخيل أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، يعني من قوة الإبصار التي له سبحانه وتعالى أنه يرى عروق النملة. تخيل عروق النملة، هذا المخلوق الدقيق الصغير الضعيف، الله جل وعلا من قوة إبصاره يرى عروق النملة. فالمقصود هنا إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى عروق النملة، فما بالي وبالك حينما نحاول أن نختفي عن أعين البشر وننسى أن الله جل وعلا يرانا في أي وضعية كنا، حتى لو كنا في الجحور أو كنا في أعالي الأعالي الشاهقة، البروج الشاهقة، فإن الله سبحانه وتعالى يرانا. وملاحظة هذا الاسم يجعل الإنسان في مراقبة لله جل وعلا على الدوام، يعرف أن الله جل وعلا يعني يتابعه ويشاهده سبحانه وتعالى. والخبير يعني أنا أريد أن ألفت النظر إلى أمر معين، وهو أن بعض الناس يحاول أن يحتال. لا بد أن تعلم أن الله جل وعلا خبير بكل ما تعمل وبكل حيلك، ولذلك الله جل وعلا كشف حيل بني إسرائيل وجلاها لنا في القرآن الكريم، مما دل على أن اسم الخبير ذو مدلول عظيم. لا بد للإنسان أن يتقي الله جل وعلا. إذا استطعت أن تدلي بحيلك على الناس، فإن الله جل وعلا خبير لا تنطلي عليه مثل هذه الأمور، والله المستعان. بارك الله فيك الشيخ محمد بن عبد الله. اسم الله تبارك وتعالى الشديد ورد في القرآن الكريم 52 مرة في مختلف المواقع وفي مختلف المصاريف وفي مختلف الأحداث. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومنه قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومنه قوله سبحانه: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذه بعض المقتطفات ممن لم يرده لنا المؤلف أو كما يقولون مدير البرنامج. أحببت أن أفتتح بها. هناك آيات أنتم قرأتموها أيضا. فشيخ حسن، نورد معنى الشديد في اللغة العربية
عامة، ثم ندخل في معنى خواتم هذه الآيات التي فعلا نحن نحتاجها كمسلمين. نعم، اسم الله الشديد، وهي كما تفضلت ترتبط بما بعدها. يعني لن تجد مثلا الشديد لوحدها، ولكن تجد مع الإضافة. فالله عز وجل شديد العقاب وشديد العذاب وشديد المحال. هذه تقريبا ثلاثة صيغ وردت في مع كلمة شديد أو مع هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. في لغة العرب الشدة تعني الصلابة. إذا قيل هذا شديد فمعنى ذلك هذا صلب، ليس هشا وليس لينا وليس ضعيفا. فمعنى الشديد يعني يحمل معنى الصلابة، ويحمل معنى القوة، ويحمل كذلك معنى الإرادة، لأنها أيضا تدخل في هذا المعنى. لكن في السياقات على كل التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أغلب ما ورد يرد شديد العقاب. مرة واحدة ورد شديد العذاب، وورد مرة واحدة شديد المحال. والآيات الواردة في هذا الاتجاه عموما تتمحور في محورين أساسيين. المحور الأول شديد العقاب يتعلق بأفعال وأقوال وعقائد وتصورات الكفار والمشركين، ومثل الآية التي قدمت بها: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هنا لاحظ الأمر متعلق بالكفار، فجاءت شديد العقاب مع الكافرين. المحور الثاني يتم الحديث حول الأوامر والنواهي التي يخاطب بها أهل الإسلام، وترد معها شديد العقاب، ترد معها أيضا شديد العقاب. لكن سبحان الله، لما يخاطب الله سبحانه وتعالى في موضوع الأوامر والنواهي تأتي مرتبطة بالتقوى ومرتبطة بالعليم، لا تأتي مجردة. يعني هناك تأتي مجردة وهنا لا تأتي مجردة. ما الحكمة في ذلك؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل شديد العقاب متصفة أو متصلة بالكافرين اتصالا مباشرا، لكن بالنسبة لأهل الإسلام مرتبطة بهم من جانبين اثنين. الجانب الأول أن يعلموا هذه الصفة لله فيحذروه ويعملوا على تقواه. جميل. ولذلك الله سبحانه وتعالى تجد مثلا في الآيات التي فيها خطاب لأهل الإيمان دائما ما يسبقها بقوله مثلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فيا عبادي أنا شديد العقاب، عليكم أن تعلموا هذه الصفة فتحذروني، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فتلاحظ عندما يخاطب في موضوع الأوامر والنواهي المتصل بأهل الإسلام وأهل الإيمان يرتبط بالتقوى ويرتبط بالعلم، بمعنى اعلموا ذلك والزموا التقوى، وإذا تجاوزتم ذلك فإنه يسري عليكم ما سرى على الآخرين والعياذ بالله. هذا تقريبا فيما يتعلق بشديد العقاب. لكن صيغة أخرى اللي هي شديد العذاب، لأن الشدة ارتبطت بالعقاب وارتبطت بالعذاب وارتبطت كذلك بشديد اللي آية الرعد، شديد المحال. إذا ثلاث صيغ كلها تقريبا. وشديد العذاب قيل بأن العذاب هو أشد من العقاب وهو مستمر، ولذلك ارتبط موضوع العذاب بأشد ما هو معصية لله اللي هو اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله شديد العذاب اللي هو موضوع الأنداد في سورة البقرة. فالعذاب معنى زائد عن معنى العقاب، العذاب معنى زائد عن معنى العقاب. وشديد المحال، شديد المحال هو الأخذ الشديد. ولذلك هذه الآية تحديدا تستطيع أن تفهمها إذا استطعت أن تقف على معنى النزول فيها أو سبب النزول في هذه الآية، وهو أنه جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يساوموه على خلافته، أنه أيكون لنا الأمر من بعدك وكذا. فسبحان الله النبي صلى الله نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، الأمر ليس لكم ولا لقبائلكم. وهذه طبعا قالها في أكثر من موطن. الأمر لله يضعه
حيث يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر شورى الأمة وولايتها على نفسها واختيارها لحكامها لم يكن يساوم وهو في مرحلة الاستضعاف، مع أن الساسة بشكل عام يمكن أن يساوموا في مثل هذه الأمور ويقول والله ندخلهم أولا وبعدين نحاول نصلح الأحوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كانت منهجيته مختلفة جدا. فشديد المحال فكر أحد هؤلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر، فخلاص أرادوا أن يغادروا، فقال أحدهم للآخر أنا أحاول أن أنفرد به وأنت أضربه من الخلف أقتله. النبي صلى الله عليه وسلم أيوه قال. فسبحان الله أخذه أحدهم وجاء الثاني أراد أن يمسك بسيفه ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتحرك يده، تصلب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنهم، سبحان الله تركهم ما فعل شيء. فانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليهم قارعة من السماء فقتلت هذا الذي كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله سبحانه وتعالى شديد المحال، والمحل هو الأخذ، فالله عز وجل إذا أخذ أخذه شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فهنا شديد العقاب، شديد أليم شديد. إن أخذ نعم أليم شديد. فهذه شديد العقاب، شديد المحال، شديد العذاب. ما الذي نستفيده نحن الآن من هذا الاسم؟ هذه اللفظة العظيمة. الله عز وجل عندما يشعرك بهذه المعاني الكبيرة، منهجية القرآن الكريم في أسماء الله سبحانه وتعالى أنه دائما يعرض لك أسماء الجمال وأسماء الجلال. الآن اسم الشديد من أسماء الجلال، العظمة، الكبرياء، الانتقام. فالله عز وجل يقول لنا بأن يجب عليكم أن تحذروني وأن تخافوني وأن تخشون مآل ما تؤولون إليه، وهذا لأن هذا الخوف وهذه الخشية من شدة الله تصلحنا في الدنيا. نعم. تصلحنا في الدنيا، ونستطيع إن شاء الله أن نقبل على الله سبحانه وتعالى ما بين الخوف الخوف والرجاء. وأيضا مما يدل على قوة الله عز وجل وشدة أليم عقابه قوله سبحانه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم نعم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لاحظ هنا الآن والله شديد مباشرة. لماذا؟ لأن الحديث عن فرعون والحديث عن الكفرة، فما قال واتقوا الله ولا قال واعلموا. نعم، في هذا المحور تأتي هكذا والله شديد العقاب. هذا كان في فرعون وكيف أهلكه الله عز وجل. نعم. لما طغى وتجبر، وهي رسالة لكل طاغية. نعم. يتجبر على حدود الله. نعم. أو ينشر الفساد بين المؤمنين، أو يريد أن يوقع العداوة والبغضاء، أو يقتل الأطفال والنساء بغير حق. صحيح. فإن الله شديد العقاب. نعم. الله عز وجل سيأخذ أخذ عزيز مقتدر. نعم. صحيح. وقال في قريش سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبالفعل هزمت قريش في بدر ونزل عليهم أشد العقاب، وأهلكوا أو أهلك الله عز وجل قياداتهم وصناديدهم، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل. نعم. الحقيقة الآيات فيها الكثير من المواعظ والكثير من ولكن هذه الآية تعم الجميع. نعم. وتفيد عمومية من شاق الله ورسوله فإنه معرض نفسه للعقوبة. قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب. الآن السؤال، شديد العقاب وشديد العذاب هل كلها تكون في الآخرة أم أن أحدهما مقصود به في الدنيا والآخر في الآخرة، أم أنها كلها سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ ما الفرق بين أن يعبر؟ أفيدنا أفادك الله. أنا هذا الذي أطرحه كسؤال الآن. هذه الآيات التي قرأناها وقرأها الشيخ حسن سلمان كلها وقعت في الدنيا. الله عز وجل عذب يعني بعض العقوبات تعجل وبعضها تؤجل. يعني فرعون أخذه الله في الدنيا. نعم.
وحق عليه شديد العقاب، وأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وينتظره بعد ذلك أيضا العقاب الأخروي. فراعنة هذه الأمة من أبو جهل وغيرهم أيضا عوقبوا في الدنيا ويعاقبهم الله في الآخرة. العصاة من هذه الأمة أيضا قد يؤخذ بذنوبهم، وهذا شيء كثير جدا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يأخذها بعقوبات في الدنيا ليخفف عنها في الآخرة. فالمسألة تحتمل على كل مسألة أن الإنسان عليه أن يحذر، يعني مثلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. لاحظوا، وهي إشارة إلى أنه وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام إلى أن قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا موجه للمؤمنين على أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان. نواصل حديثنا. هذا الاسم العظيم ذي الجلال على الحقيقة لا نستطيع أن نوفيه حقه، ولكن الخلاصة منه مشاهدي الأكارم أن نحذر أليم عقوبة الله تبارك وتعالى حتى من المؤمنين والمؤمنات أو من المسلمين والمسلمات الذين يظلمون إخوانهم وأخواتهم، فإن الله عز وجل إذا أخذ بعزة واقتدار وعقابه أليم، فالحذر الحذر، خاصة المظلومين الذين إذا رفعوا أكف الضراعة إلى الله، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فليحذر المؤمنون أن يقعوا في عقوبة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأسماء، اسم الله الشديد، وأيضا اسم الله الرحمن الرحيم، هذه تدل دلالة قاطعة على التوازن الذي يوجد في عدل الله وحكمه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ليس شديد فقط، شديد العقاب لمن يستحق العقاب، بعد أن يكون يعني لطف وإمهال وحلم من الله سبحانه وتعالى يأتي شديد العقاب. صحيح. وفي ذات الوقت من يستحق الرحمة فإن الله سبحانه وتعالى لا أرحم ولا أرأف منه سبحانه وتعالى. فهذا من التوازن في فهم الناس لله جل وعلا. طيب، اسم السريع ورد في كتاب الله عز وجل 10 مرات. قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال سبحانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. حول هذا الاسم العظيم شيخ محمد حدثنا معناه، وما المقصود بنهاية هذه الآيات التي تلوتها عليكم وغيرها من المعاني العظيمة التي فعلا نستشف منها ونعمل بها في حياتنا. أنا أفضل أن الشيخ حسن يأتي بالأمر ثم أنا أكمل بعده. طيب، تفضل يا شيخ حسن. طيب، هو من الأسماء أيضا بنفس عبارتنا الأولى، موضوع شديد العقاب، شديد العذاب، شديد المحال. جميل. أيضا هنا تلاحظ لأنك لو أخذت اسم السريع كده لحالها قد لا تعطيك المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سبحان الله بعض الأسماء لا بد أن تأتي بها كما وردت حتى لا يفهم أمر آخر، لأن السرعة في المفاهيم عند الناس صحيح. قد تكون ليست. لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، هنا لاحظ بعض الناس أو تصور بأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق من أولهم إلى آخرهم، هذه المليارات من البشر، من هو حي ومن انتقل منذ آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، كلهم يقفون على صعيد واحد ويحاسبهم الله. تصور كده أنت كم سيأخذ هذا بالتصور البسيط الذي نحن نقيس فيه عالم
الغيب بعالم المشاهدة. يعني كثير ما يحصل هذا حتى في والعياذ بالله في الضلال في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لأنه نحن نقيس واقعنا بما هو غيبي. فكثير من الناس يتصور بأن المسألة والله فيها صفوف وفيها إزعاج وفيها انشغال وفيها كذا، لكن الله عز وجل في هذه الآيات تحديدا يقول لك والله أنا سريع الحساب، بأن لا يشغلني حساب شخص عن شخص. وقيل بأنها عبارة عن برهة، يعني لحظة بسيطة جدا ينتهي فيها الحساب. حتى سئل علي رضي الله عنه، قالوا له كيف أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة؟ قال يحاسبهم في لحظة واحدة كما يرزقهم في لحظة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى الآن الخلائق كلها ترزق ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله عالم الإنس عن عالم الجن، ولا عالم الجن عن عالم الحيوان، ولا عالم الحيوان عن عالم الملائكة. انت هذه العوالم كلها لا يشغله فيها شيء عن شيء، وفي لحظة واحدة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية على وجه التحديد يجب أن نستحضر بأن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. فيها على كل عدة دلالات. الدلالة الأولى فيها أن يوم القيامة ليس بعيدا، فالحساب قادم وسيكون سريعا. جميل. هذا نوع من أو هذا نمط من الخطاب يمكن أن يفهم من أن الله سريع الحساب، بمعنى من يستطيل أن الآخرة بعيدة وأن الأمور، لا، يقول لك سريع الحساب من سيأتي يوم القيامة وستحاسبون سريعا. المعنى الثاني لا تتصوروا بأن موضوع الحساب سيأخذ منا وقتا كما هو عندكم، لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يأخذ أوقات، يعني مسألة الوقت هذه ليست. وبالتالي هنا الله سبحانه وتعالى يغرس فينا معنى عظيم جدا، وهو سرعة يوم القيامة وإتيانه مهما رأيناه بعيد فهو آتي وكل آت قريب. الأمر الثاني يوم القيامة الحساب عاجل وسريع ولا يشغل الله سبحانه وتعالى شيء عن شيء. ولا شك طبعا. بس هنا معليش، هنا علينا أن لا نربط السرعة مع اسم الله الصبور حتى أيضا يكون. فالله سريع في الحساب، سريع في العقاب، سريع، يعني الآيات اللي وردت فيها هذه، لكن بنفس الطريقة هو صبور الله جل. فهنا تنتفي مع السرعة مفهوم العجلة، فهنا تأتي السرعة كصفة كمال وليست كصفة كصفة نقص. والله أعلم. نعم. ما كنت أريد أن يعني أتساءل فيه، يعني الذي يتبادر إلى الذهن لما يسمع الواحد أن الله سريع الحساب، أي أن الله سبحانه وتعالى يعاجل العباد دون أن يمهلهم ودون أن يمنحهم فرصا للتوبة وللرجوع، أنه يعاجلهم بالحساب والعقاب. ولو يعجل الله نعم. وهكذا. فبالتالي هنا المقصود بسريع الحساب هو أن الله سبحانه وتعالى لن يعجزه كثرة الخلق عن أن يحاسبهم في لحظات وفي وقت واحد. نعم. كلمة علي بن أبي طالب كلمة رائعة، ولكن ربما أنا أقول كما أن الله جل وعلا يسمع دعاء الداعين في وقت واحد وفي لحظة واحدة، ويستجيب لكثير منهم في وقت واحد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسمع لدعواتنا مع كثرة أعدادنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه كثرة الخلق عن أن يحاسبهم في لحظات يعني قليلة وينتهي من حسابهم. وهذا أيضا من الأمور التي يطمئن إليها الإنسان، أن الحساب لن يطول، لأن الوضع في أرض المحشر يوم القيامة يعني أمر مهول. فإذا بدأ الحساب يعني أنه سينتهي في لحظات، ثم كل يذهب إلى مكانه، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، أيضا ورد لفظ سريع العقاب، فماذا ستقولون؟ سرعة العقاب هي تأتي على كل في سياقاتها، أيضا تأتي في سياق الآية. إيش هي الآية؟ آية من خلالها تستطيع أن والله سريع العقاب. الآية الكريمة في سريع العقاب
سريع العقاب وردت مرتين. جميل. قال الله تبارك وتعالى: والذي جعل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه في الأنعام. وفي الأعراف قال سبحانه: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه فيها بشارة لأهل غزة بأن الله تعالى سيعجل العقوبة على الصهاينة المجرمين، لأن هذه هي سنته سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، أي الذين هم يهود بنو إسرائيل، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تعليقكم شيخ حسن. نعم، الآيتين سبحان الله والآيتان هنا ترد إحداهما في سياق الاستخلاف أو الخلائف بعضهم من بعض، وحالة الاستخلاف فيها الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء يحتمل أن يكون الإنسان فيه خيرا أو يكون شريرا والعياذ بالله. فمن كان شريرا فإن الله شديد العقاب سريع العقاب. إن الله سريع العقاب. إن الله سريع العقاب. فقد يأخذك الله سبحانه وتعالى بذنبك، فكلا أخذنا بذنبه. النوع الآية نفسها سبحان الله أو كلا الآيتين ارتبط فيها سرعة العقاب بالتحذير من الذنوب ومن المعاصي ومن الإفساد في الأرض، لينتبه هذا المكلف بأن الله سبحانه وتعالى قد يأخذك وأنت لا تدري، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. قد يأخذك، قد يأخذ هذا الإنسان، لكن في نفس الوقت لمن كان خيرا يستفيد من سرعة العقاب في أنه يلجأ إلى رحمة الله ويلجأ إلى مغفرة الله ويرجع إلى التوبة، وبالتالي يحصل هذا التوازن على كل في موضوع الاستخلاف البشري. والله أعلم. معناه نحن نأخذ من هذا الشرح الطيب منكما على أن اسم السريع اسم معجز لله عز وجل. نعم. وأن فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة كمال. نعم. صفة كمال تدل على عظمته وعلى جلاله، أنه يحاسب هذا الخلق بمليارات البشر منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة في لحظات، كما ورد في لحظة حلب شاه أو ذبح شاة أو شيء من هذا القبيل كما ورد، فإن الله ينهي حساب هذا الخلق. كيف ذلك؟ نحن لا نستطيع أن نسأل عن الكيفية، لأن هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فكما تفضلتم هو سبحانه وتعالى يرزق الجميع في آن واحد، ويستمع للجميع في آن واحد، ويعطي الجميع في آن واحد. وأيضا هو سبحانه وتعالى كما جاء عن نبينا الكريم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فأحوال يوم القيامة تختلف تماما عن أحوال الدنيا، فبالتالي هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه سريع الحساب. وكل شخص سوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى فردا، وعلى اختلاف أيضا المواقف. يعني أمس أنت تلوت علينا قوله تبارك وتعالى: يعني الكافرين يعني يتمنون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وبعضهم يقول: والله ربنا ما كنا مشركين. وبعضهم يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هذه المواقف كلها هي موقف يوم القيامة. وكان أيضا في بالي أنكم لو ذكرتم فيما يتعلق ب50,000 سنة. طيب، ما معنى وقوف الناس 50,000 سنة ويبلغ منهم؟ يعني أخشى أن يلتبس هذا للمشاهدين والمستمعين. الناس يقفون في عرصات يوم القيامة ينتظرون الحساب 50,000 سنة. نعم. كيف نجمع بين أن الله سريع الحساب
وأنه يوقفهم في هذا الموقف. لهذا قلت أن هذا الأمر غير هذا الأمر. في البداية قبل أن يأتي ويتجلى ربنا تبارك وتعالى لفصل القضاء ينتظر الناس هذه المدة، ولذلك الناس في ذلك الوقت العصيب يبدأون يبحثون عن من يشفع لهم، فيذهبون إلى لم يبدأ الحساب بعد، ثم ينتهون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى عرش الرحمن ويسجد سجودا طويلا ويقول يفتح الله علي من المحامد ما لا أعلمها، ثم بعد ذلك يقول الله جميل. عز وجل يا محمد ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع. ثم يشفع طيب. في أهل الموقف في لفصل القضاء، ثم هنا حينما يبدأ فصل القضاء هنا نقول أن الله سريع الحساب، أي أنه خلاص يعني حينما يبدأ حينما يبدأ الحساب فإن الله ينتهي منهم سريعا، وهنا فيذهب أهل الجنة إلى الجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم، الآية ويذهب أهل النار إلى النار. فيها أيضا لفتة أو لطيفة جميلة جدا، إن الله سريع الحساب هي وعد ووعيد. بالنسبة صحيح. للكافرين توعدهم الله سبحانه وتعالى بأن الأمر سريع وإلى جهنم والعياذ بالله. بالنسبة لأهل الإسلام أيضا وأهل الإيمان وأهل التقوى حتى لا يتصوروا بأن المشهد طويل، يقول لهم لا، بالنسبة للموضوع إيه؟ موضوع سريع لن يطول بكم المقام. نعم. لذلك ستلاحظ حتى في 50,000 سنة من يستظلون تحت عرش الرحمن يرونها شيء بسيط جدا. وسريع العقاب أهل العلم يقولون أن سريع العقاب أن الله جل وعلا سريع العقاب لمن كذبه وعصاه. وبالمقابل ذكر المغفرة والرحمة لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا رسله، هؤلاء بالنسبة لهم هذه بشارة أن ما يذنبونه ويفعلون أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم، بينما أولئك فإن الله عز وجل قادر وهو سريع العقاب يعاقبهم. طيب قبل أن نختم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، مش كده؟ لو أن الأمر أول بأول. صحيح. نعم صحيح. ورد اسم الله الحليم 15 مرة. حليم. أيوه. لماذا أنا أتيت به هنا الآن؟ بالمقابل سريع. نعم. فإذا كان سريع العقاب مثل الشديد، أيوة صبور. نعم. فإذا كان سريع العقاب فمتى يكون حليما سبحانه وتعالى؟ نعم. لذلك كان من الأجدر بنا أن نذكر هذا. نعم. ورد 15 مرة قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني ما كل خطأ يعني صحيح. وهنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وقال سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إلى أن قال سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، آية الميراث، حتى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني لم تأتي لفظة أو اسم الله الحليم لوحده، لأنه غالبا اسم الله الحليم يأتي بمقابل أمر يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى حلم. فالله سبحانه وتعالى يقول لك شوف لحظة المغفرة هنا مع الحلم. وهنا هذا كلام جميل، وأضف أنها كلها في المؤمنين. نعم سبحان الله. أيه صحيح. غالبيتها كلها قرأنا في المؤمنين. وإن كان حلم الله سبحانه وتعالى يشمل حتى الكافرين رغم هذا الكفر وهذا العتو، إلا أن الله سبحانه وتعالى حليم بهؤلاء. صحيح. وقوله تعالى يؤكد ما ذكرته، قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم
ثم قال إنه كان حليما غفورا. نعم. قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حليم. والآيات في هذا على كل حال. ومما يؤكد ما ذكرته الشيخ محمد عبد الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا يوجه للكافرين. فبشرناه بغلام حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الذي يظهر في العموم أن لفظ حليم الحقيقة موجه للمؤمنين، أن الله يحلم عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة إذا أخطأوا، فإذا ما أخطأوا فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنهم لأن من صفته الحلم على المؤمنين. أنا أظن هذا نحتاج أن نعلق على كل آية، لأنك ستجد التوازن، لأنه إلى الآن اسم الله الحليم غالبا لم يأتي لوحده، يأتي بجوار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا يعطيك دلالة توازن بين في الأمر الذي طرحه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ونتيجة لذلك يقول لك غفور حليم. مو احنا عشان نوازن بين سريع العقاب وحليم، هذا الذي نريد أن نوازن. هذا مما لا شك. متى يكون سريع العقاب؟ إذا العبد أخطأ عاقبه الله سريعا، ومتى هو يحلم عليه. لذلك سريع العقاب الحمد لله في القرآن ما وردت إلا مرتين، في الاستخلاف وفي الآية الثانية اللي هي إيش قلنا؟ يستأذن ربك. أيوة. نعم. وفي اليهود المجرمين. نعم سبحان الله. والحمد لله. وردت في المجرمين هذول وربطت. شوف سبحان الله كيف أنها ربطت. نعم. نعم. توازن. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك نعم شديد العقاب وإن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم. لا حتى لو قلنا بهذا المقام، يعني متى رأينا أن أمة من الأمم بمجرد أن أتاها رسولها وكذبوه عاجلهم الله بالعقوبة؟ ستجد أن يعني إذا لم تخني ذاكرتي أن كل الأمم الله جل وعلا أمهلهم بما فيه الكفاية، بل حتى الآيات التي طلبوها الله جل وعلا لبى لهم هذه المطالب، ولكن حينما نكلوا الله جل وعلا كان في ذلك الوقت سريع العقاب وشديد العقاب. والحلم هو أنا في ظني وفي وجهة نظري أن الحلم هو الأصل عند الله سبحانه وتعالى. هي صفة العامة لله عز وجل. نعم. حليم. ولذلك كما هو ورد في القرآن ما ورد سريع العقاب إلا مرتين، دليل على أنها يعني قليلة الاستخدام، وبهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حليم رؤوف بالناس، يعني دائم الرحمة والرحيم بهم سبحانه وتعالى. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم ولم نشبع من أسماء الله تبارك وتعالى، ولم نشبع من الكلام حول هذه الصفات الطيبة، وكذلك لم نشبع من علم الشيخين الجليلين جزاهم الله عنا خيرا، وأيضا لم نشبع منكم مشاهدي الأكارم بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن يبارك في مجالسنا هذه وأن يحيطنا برحمة منه فضل، فإننا نتحدث عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فلعل الله ينظر إلينا نظرة رحمة فيرضى عنا ولا يسقط علينا أبدا. هذا نحن إياكم مشاهدي الأكارم حتى نلقاكم غدا على خير إن شاء الله. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.